لو فكرت تاكل شوي وبالتحديد أكلة شقف، شو أول قطعة تجي ببالك؟ أيوة، بالضبط الفتايل أو الفيليه. بس جربت يا ترى فتايل العجل؟ إذا ما جربتها معناها لازم تتابع معنا هاد الفيديو يا حبيبي حمادي. شيف يحيى، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكن يا أحلى متابعين في كل الدنيا؟ هي بالضبط القطعة اللي بدي إياها. انتو رايحوا عزيز شوي. ناخد الفتيلة وننضفها ونرستقها ونظبطها، وهلا ناقصنا بس شقفتلية مرتبة منفرمها جنبها ومنتبلهم شوي شوي. هلا أكيد رح تسألوني ليش ما بتسجل الصوت في المحل وانت بتشتغل. طب رح أعطيكم لمحة صغيرة على الأصوات الموجودة في المحل وانتوا بتقرروا. تفضلوا. والله حقكن، أنا انصرعت عنكن. يلا خلونا نكمل قصتنا مع هي الفتيلة. قصتي بلشت وأنا اليوم بالإجازة وراي لعند رفيقي أعمل له زيارة وبارك له بالمحل الجديد اللي أخده، الله يرزقه ويرزقنا ويرزق الجميع. شفت عنده هالفتيلة وقلت له ما بدها لهون وبس، اليوم في أكلة شوي أو حمية غاربة. طبعا مثل ما لكم شايفين بدي أقطعها قطعة كبيرة لأنه هي الفتيلة أصلا طرية، يعني تقليبتين شمال تقليبتين يمين على المنقل بتطلع خالصة أمورها بخير. فكل ما كانت القطعة كبيرة كل ما بتكون طرية، كل ما بتتم من جوا هشة وطرية وطيبة ومسقسة. في نقطة رح أخبركن عنها يمكن بتعرفوها ويمكن لأ، بس من باب الاحتياط. قطعة الفيلة أو قطعة الفتيلة بتشبه كتير عرق موجود اسمه عرق التروبيكانو بالعجل. فانتبهوا إذا رايحين عند القصاب تاخدوا لحم تقول له أعطيني الفتيلة، وإذا ما كنت بتعرفها راح يعطيك عرق تروبيكانو. هاي الفتيلة احفظوا شكلها كتير منيح، وبتجي رفيعة وبتجي صغيرة، يعني إذا أعطاكن عرق تروبيكانو بيجي قطره تقريبا حوالي الخمستاش سنتي وأطول، بتجي بطول تقريبا 30 سنتي. بالنسبة للتتبيلة أو البهارات، هي الأكلة ذاتها ذكية، ما في داعي يعني إنه نحط لها. أنا رح أحط لها شوي بسيطة، شوية ملح مع شوية فلفل أسود، شوية فليفلة ناعمة، وشوية زعتر أخضر، وأحط لها شوية زيت وخلطهم بس، يعني ما بدي روح زكاتها بالبهارات. وحتى ما في داعي نعيفهم يعني ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو نحطهم في البراد لتاني يوم، لا 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 أبدا. بس فقط تبلهم بهرن وحطهم على المنقل، يعني بنفس الوقت ما في أي مشكلة، هي ذاتها ذكية. شي مرة أخدت لحمة من عند القصاب وغشك وأخدتها على البيت وشويتها وطلعت مثل اللاستيك ما بتتاكل. اكتبلي بالتعليقات إذا صار معك هيك، على فكرة عم بقرا التعليقات كلياتهم وبجاوب عليهم. وإذا عندكن أي استفسار وأي سؤال أو أي شي تحبوا تتعرفوا عليه بالشوي، كباب العراقي، إذا بتحبوا نساوي فيديو عن الكباب العراقي أو الكباب الفلسطيني أو الكباب الحلبي، كتبولي تحت بالتعليقات وأعطوني رأيكم لنبلش نعمل سلسلة فيديوهات من هالنوع. وبطريقكم حطولنا لايك لهالفيديو إذا عجبكم، وإذا ما عجبكم كمان حطولنا لايك يعني بعد إذنكم، واشترك بالقناة إذا كنت لسه ما اشتركت، وفعل زر الجرس. وإذا بتحب حدا بيحب كرشه كمان فيك تعمل له مشاركة يعني. وأنا هلا خلصت شغل عند رفيقي، أموري بخير، بعتقد منظرهم بشهي بس أكيد طعمتهم بتشهي أكتر. خلينا نروح على البيت ونحطهم على المنقل، وخلينا نسمع الأصوات الزاكية. صوت الشوي روعة وريحته جنان. وما في داعي أذكركن كمان تحطوا كم بصلة مشوية مع قطعتين ثلاثة بندورة مشوية، فليفلة مشوية جنبها، خبز مسقسق، وشوية سلطة كمان جنبها، وشوية بيواز يا معلم إذا في متبل وحمص، يا سلام. وفوت فوتك يا معلم.
هيك أصدقائي بنكون وصلنا لنهاية مقطعنا لهذا اليوم، بتمنى يكون نال إعجابكم. لا تنسوا تعملونا لايك للفيديو، شاركوا الفيديو بين أصدقائكم. بشوفكم مقطع جديدة. سلام.